النهاردة هنشرح 10 معادلات مهمين جدًا في الإكسل، يعني لو أنت بتستخدم الإكسل كتير أو لسه مبتدئ فلازم تكون عارف ال10 معادلات دول، طبعًا لإن أنت هتستخدمهم كتير جدًا في كل شغلك، ويعتبر 10 معادلات أساسيين ومهمين جدًا في كل الشيتات في كل الشغل بتاعك لازم تستخدم معادلات منهم. يالّا بينا نشوف ال10 معادلات إيه هُم، وهنعرف إزاي طريقتهم وإزاي نقدر نستخدمهم في الجدول بتاعنا أو في الsheet بتاعنا. هنيجي عند الsheet بتاعنا طبعًا أنا عملت شوية حاجات كده علشان نبدأ نطبّق عليها، يعني عشان بيانات عشان نبدأ نطبّق وتبقى الدنيا معانا سهلة. أول معادلة عندنا وهي معادلة row، معادلة row دي بتاعة التسلسل، زي ما إحنا شايفين قدامنا هاجي أكتب هنا يساوي row بالشكل ده، وبعد كده هاختارها وأقفل القوس، وطبعًا أنا واقف على الصف رقم 6 فأنا عايزه يبدأ من رقم 1 على طول، لإن أنا لو دوست enter على كده هيبدأ يكتب لي 6 لأ أنا عايز 1، 2، 3، 4 وبالشكل تبقى بالتسلسل ده. هاجي بقى أضغط double click زي ما إحنا شايفين هاقفل القوس وأقول له ناقص زي ما إحنا شايفين في 1، 2، 3، 4، 5 أقول له ناقص 5 enter هيبدأ يكتب لي التسلسل من رقم 1. لو سحبت لتحت كده هيبدأ يعمل لي التسلسل بتاعي طبيعي جدًا زي ما إحنا شايفين قدامنا. نيجي بقى عند المعادلة التانية، أنا مثلًا وليكن أنا عندي اسم موظف مثلًا وليكن أحمد زي ما إحنا شايفين كده نكتب اسم أحمد زي ما إحنا شايفين قدامنا، مثلًا جمال بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. أنا محتاج إن أنا أعمل كود بحيث إن أنا أمّا أكتب اسم الموظف يطلع لي الكود بتاعه على طول. هاعمل الموضوع ده إزاي؟ أول حاجة طبعًا هاجي هنا هاكتب يساوي بالشكل ده، بعد كده هاجي أعمل دالة أو هاختار دالة if زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، وبعد كده هابدأ إن أنا أحدد اسم الموظف، وبعد كده هابدأ أعمل quotation mark زي ما إحنا شايفين كده، وبعد كده هاعمل فاصلة، وبعد كده أعمل quotation mark مرة تانية زي ما إحنا شايفين، فاصلة بقى وأبدأ أكتب معادلة row بالشكل ده هتظهر معايا أهي row، وبعد كده هابدأ أقفل القوس مرة تانية جوه المعادلة، بس هنا بقى هاكتب زائد مش هاكتب ناقص، وبعد كده أبدأ أكتب الرقم. طبعًا أنا عايز الكود يبدأ معايا من أول 1006 بالشكل ده. طب أنا اخترت 1006 ليه؟ علشان أنا واقف عند الصف رقم 6 وبعد كده هاقفل القوس عادي جدًا وأقول له أوكي، هيظهر معانا 1006 زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هابدأ أعمل الauto fill للآخر علشان أطبّق المعادلة على الصف كله. تمام، دي كده المعادلة التانية. لو جينا جرّبنا برضه المعادلة زي ما إحنا شايفين كده، كتبنا مثلًا محمد زي ما إحنا شايفين سيد بالشكل ده، هيبدأ يعمل معاك الكود تلقائي زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. آجي مثلًا أعمل اسم تاني بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا، مثلًا نجرب اسم كمان محمود مثلًا جمال بالشكل ده، مثلًا ممكن نكتب إسلام عبد الله بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا. ممكن نكتب برضه محمد أمين، ممكن نكتب أدهم زي ما إحنا شايفين محمد. آخر اسمين نكتبهم مع بعض برضه عشان نبدأ إن إحنا نملأ البيانات بتاعتنا. ممكن نكتب علي بالشكل ده، ماهر، ممكن نكتب طارق بالشكل ده، محمود. كده عملنا كل البيانات زي ما إحنا شايفين والكود اتطبق معانا. طبعًا هاجي هنا أكتب رواتب بطريقة عشوائية طبعًا وهارجع لكم علشان وقت الفيديو. زي ما إحنا شايفين قدامنا أنا عملت بعض البيانات زي ما إحنا شايفين كده عشوائية، وبعد عشان نقدر نعمل المعادلات بتاعتنا. هنيجي بقى لمعادلة الجمع بتاعتنا، طبعًا معظمنا عارف المعادلة دي وهي معادلة sum. طبعًا هناخدها بكذا طريقة. أول طريقة معانا وهي بيساوي sum زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، هنكتب بيساوي sum نبدأ نحدد الرواتب ونقول له enter هيجمع لنا الصف كله. دي أول طريقة معانا أو أول طريقة في المعادلة sum. طب الطريقة التانية هنضغط على alt بالشكل ده يساوي، هيبدأ يحدد لك العمود كله، لو ضغطت enter هيجمع لك برضه العمود. طب الطريقة التالتة معانا هنيجي إن إحنا نقف كده نقف في المكان اللي إحنا عايزين نجمع منه، وهنيجي عند auto sum فوق كده زي ما إحنا شايفين برضه هيجمع لنا الصف كله، اضغط enter.
طيب ممكن تعرف الجمع من غير معادلات؟ ممكن تعرف الجمع من غير معادلات، لو حددت كله كده وجيت تحت هتلاقي كله صم هنا زي ما إحنا شايفين الجمع بتاع الصف كله. هنيجي بقى إن إحنا نعمل المعادلة بالشكل ده، قلت يساوي زي ما إحنا شايفين ونقول له انتر. عايزين بقى نطبقه على كل الأعمدة اللي موجودة دي، هنسحب بالشكل ده كده زي ما إحنا شايفين قدامنا، هتبدأ تتطبق معانا زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، اتطبق معانا كل الإجمالي بتاع الأعمدة. هنيجي بقى نعمل إجمالي المبلغ. طب ده هنعمله إزاي؟ سهل جدا، هتيجي تكتب يساوي بالشكل ده، وبعد كده هنيجي نقول له مثلا الراتب زي ما احنا شايفين زائد الحافز زائد بدلات زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده هنقول له ناقص الخصومات بتاعتنا زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، قُل له enter. هيبدأ يجيب لك إجمالي المبلغ المستحق للشخص ده. بعد كده هنيجي إن إحنا نسحب لتحت كده زي ما إحنا شايفين، ويبدأ يطبّق لنا على جميع الخلايا زي ما إحنا شايفين قدامنا. طب عايزين بقى نجمع الإجمالي كلّه، هنعمل إيه؟ هنيجي نقف هنا كده، طبعًا إحنا عملنا معادلة صَم، هنبدأ نسحبها كده علشان تبدأ تجيب لنا إجمالي المبلغ كله. ممكن نغير لونها نخليها مثلا بأي لون علشان تبقى واضحة، وليكن مثلا باللون ده، ونخلي اللون يبقى أبيض زي ما احنا شايفين قدامنا كده إجمالي المبلغ بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام. طبعا أنا وقفت الفيديو ورجعت إن أنا عملت شوية البيانات اللي موجودة قدامنا دي علشان نكمل المعادلات اللي موجودة معانا في الفيديو. هنيجي بقى إن احنا نعمل المعادلات بتاعتنا، عايزين نجيب أعلى راتب. طبعًا بالمعادلة هنيجي نكتب يساوي بالشكل ده، بعد كده هنيجي نقول له max بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا، ونبدأ إن إحنا نحدد الرواتب اللي موجودة معانا. بعد كده هنيجي نقول له أوكي، هيجيب لك أعلى راتب موجود عندك في الموظفين 8000 زي ما إحنا شايفين قدامنا اللي هو محمد أمين. بعد كده هنيجي نجيب أقل راتب، هنكتب من بالشكل ده اللي هي يعني many، طبعًا بيساوي من. بعد كده هنحدد الرواتب بالشكل ده، ونبدأ إن إحنا نضغط إنتر، هيجيب لنا أقل راتب موجود عندنا 4000 زي ما إحنا شايفين أحمد السيد. نكمل بقى نجيب إجمالي الراتب، هنيجي نكتب يساوي بالشكل ده، وبعد كده نستخدم دالة صم بالشكل ده، ونبدأ إن إحنا نحدد إجمالي الرواتب اللي هي هنا دي زي ما إحنا شايفين قدامنا بالشكل ده. اضغط انتر هيجيب لك اجمالي الرواتب اللي هي موجودة تحت. نفس الكلام في اجمالي الحوافز يساوي صم بالشكل ده. بعد كده هنيجي عند الحوافز نبدأ نحددها نقول له انتر. برضو اجمالي المستحقات هنكتب يساوي صم زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو اجمالي المبلغ او الراتب زي ما احنا شايفين قدامنا، نقول له انتر هيجيب لك برضو الاجمالي اللي احنا جمعناهم تحت هنا. هنيجي بقى نجيب متوسط المستحقات، هنكتب طبعا بيساوي average زي ما إحنا شايفين كده average أهي، وبعد كده نختارها ونبدأ نحدد متوسط المستحقات، نحدد إجمالي المبلغ أو الراتب نقول له enter هيجيب لك المتوسط. طبعا لو حبيت تشيل بقى الأرقام دي كلها تقللها شوية، حددها كده وتعالى زي ما احنا شايفين قدامنا عند الأرقام أو الشكل اللي فوق ده، قللها، افضل اضغط كده هيبدأ يقلل لك الكسور زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده. تمام. عدد الموظفين، طبعًا هنستخدم دالة اسمها count، طبعًا في منها count وcount A. طبعًا هنستخدم count A لإن هي بتعِد الأسماء، أمّا count بس بتعِد الأرقام. هنعمل يساوي count بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا، هنعمل بيساوي count زي ما إحنا شايفين A أهي، نبدأ نختارها ونحدد عدد الموظفين زي ما إحنا شايفين قدامنا، نقول له enter هيجيب لك 9 موظفين. طبعًا المتوسط قلنا برضه هنعمل يساوي average بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا، ونبدأ نحدد الخصومات بتاعتنا ونقول له enter هيجيب لك المتوسط. زي ما قلنا لو حبيت تلغي الكسور الكتير دي أو تقللها زي ما إحنا شايفين من هنا كده، زي ما إحنا شايفين كده نبدأ نقللها نخليها كده. حاجة بقى إضافية أخيرة، طبعًا إحنا كده خلصنا المعادلات بتاعتنا، حاجة إضافية أخيرة ممكن تقدر تعملها في تحليل البيانات بتاعك، ممكن تبدأ تحدد البيانات بتاعتك كده، اضغط على Alt F1 هيعمل لك chart أو تحليل للبيانات زي ما إحنا شايفين قدامنا. تبدأ تغير أو لو عايز تغير شكلها ممكن تغيره من هنا كده زي ما إحنا شايفين قدامنا بالشكل ده. تقدر بقى إن أنت تحطها هنا قدامك هنا تصغرها شوية كده بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدامنا،
أو إن أنت ممكن تاخد كل البيانات دي كلها وتعملها في sheet لوحده، وليكن مثلًا أنا هاحطها هنا كده زي ما إحنا شايفين، أكبرها شوية أهو بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. طبعًا أي حاجة هتتغيّر في الsheet معاك هتتغيّر في كُلّه، وليكن مثلًا أنا هازوّد الراتب ده مثلًا 10.000 بالشكل ده، أضغط enter لو خدت بالك هتلاقيها اتغيّرت هنا وهنا، وهتبدأ تتغيّر معاك هنا زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعّل الجرس وتشارك الفيديو علشان الكل يستفاد، والسلام عليكم.